بطلوا ده واسمعوا ده، ياما لسه نشوف وياما. طبعا كلنا عارفين الأغنية دي. اعذروني لو صوتي وحش شوية، لكن حكايتنا النهاردة كانت لازم تبدأ بالكوبليه ده. حكايتنا النهاردة مع جميلة الجميلات فيرجينيا السينما المصرية من عمو عزيز. طيب اللي ما يعرفش الحكاية تعالى وانا احكيها لك. المقصود هنا بعمو عزيز هو الفنان عزيز عثمان، اللي اشتهر بغنائه الأغنية بطلوا ده واسمعوا ده في فرح الفنان نجيب الريحاني والفنانة تحية كاريوكا من فيلم لعبة الست. وكان الفنان عزيز عثمان متجوز من جميلة الجميلات السينما المصرية الفنانة ليلى فوزي. هو في الأصل كان صديق لوالدها وأكبر منها يجي ب25 سنة، وفي ناس تانية قالوا إن هو كان أكبر منها ب30 سنة. طبعا حياتهم الزوجية كانت عبارة عن سلسلة من المشاكل اللي ما بتنتهيش. وبسبب إيه؟ بسبب غيرة عمو عزيز على جميلة الجميلات واختلاف الطباع طبعا ما بينهم. طيب القصة دي مش بتفكركم بحاجة؟ طبعا بتفكرنا. طب بتفكرنا بإيه؟ هقول لكم أنا. في فيلم كلنا طبعا معظمنا شفناه اسمه أين عمري. الفيلم ده كان من بطولة كل من ماجدة، زكي رستم، يحيى شاهين، وأحمد رمزي. الفيلم للمخرج أحمد ضياء الدين، والرواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. جسدت فيها ماجدة شخصية عليا، البنت الصغيرة في السن اللي اتجوزت عمو عزيز، الراجل اللي كان أكبر منها بعشرات السنين، لكن كانت بتعاني معاه معاناة كبيرة جدا لجيرته الشديدة وقسوته عليه. الرواية ديت صدرت سنة 1954 وتم إنتاجها لفيلم في 1956. طب في إيه هنا صار الدهشة في الوقت ده؟ طبعا كان يثير الدهشة في الوقت ده إن وقت صدور الرواية دي كانت في فترة الخلاف اللي ما بين ليلى فوزي مع جوزها الفنان عزيز عثمان. طيب الفيلم ده تم عرضه كمان بعد طلاقهم، علشان كده بعض المصادر قالت إن الكاتب والروائي الكبير إحسان عبد القدوس استوحى أحداث الرواية من حياة جميلة الجميلات مع عمو عزيز. وفي مصادر تانية بتقول إن المؤلف استوحى الرواية أثناء إقامته بحي العباسية من خلال معاشرته لناس كانوا يعرفوا أحداث القصة دي كويس جدا. على العموم سواء كان المؤلف يقصد حكاية الفنانة جميلة الجميلات مع جوزها الفنان العجوز عمو عزيز أو ما يقصدش، فهو كان ذكي جدا باختيار اسم عمو عزيز لبطل الرواية اللي بدأت تثير التساؤلات في وقت صدور الرواية وعرض الفيلم كمان، واستمراريته وتعارف الناس عليه لحد دلوقتي ومش قادرين طبعا ينسوه. لحد هنا خلصنا معاكم حكاية قصتنا النهاردة وصورتنا. أرجو إنها تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت وشير، واشتركوا بالقناة لو أول مرة تشوفوه. فعلوا زر الجرس معاكم على الكل عشان يوصل لكم مني كل ما هو جديد. كنتم مع ولاء شريف في قناتي الحكاية وما فيها.